هذه إذاعة إرنا. المستمعات والمستمعين الأفاضل متابعي إذاعة إرنا حيثما كنتم وحيثما يصلكم بثنا، أهلا ومرحبا بكم في مستهل البرنامج العربي لهذا اليوم الجمعة 22 من فبراير. كما عودناكم مستمعي ومستمعات الأفاضل، نستهل برنامجنا معكم بنشرة للأخبار، يعقب ذلك فاصل غنائي، ثم وضمن برنامج نافذة ثقافية يقدم لكم الزميل أحمد شريف الحلقة الثانية من قراءته لورقة الأستاذ حامد ضرار حول رواية حكايات كولونيالي للأستاذ مصطفى محمد محمود طه. قبل ذلك مستمعي ومستمعات الأفاضل، أقدم لكم عناوين نشرتنا الرئيسة لهذا اليوم. مواطنون إثيوبيون يطالبون باسترجاع ممتلكاتهم المصادرة في إريتريا. السلطات المالطية تعاقب مواطنا إريتريا لمخالفة قوانين حركة الأموال. أخيرا، تعاون سوداني هولندي لمكافحة الفساد الحكومي. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كانت هذه عناوين النشرة، وإليكم تفاصيلها من إذاعة أرنا. هذه إذاعة إرنا. تفيد مصادر إذاعة أرنا بأن مجموعة من المواطنين الإثيوبيين تقدمت بعريضة إلى مكتب الرئيس المؤقت في قرية عد حالو من أجل استعادة ممتلكاتهم التي صودرت منهم أثناء الحرب بين إريتريا وإثيوبيا. وأكدت المصادر بأن هذه الممتلكات تشمل منازل ومؤسسات تجارية في العاصمة أسمرة ومدن أخرى. وتقول المصادر بأن أغلب هؤلاء المواطنين الإثيوبيين هم من سكان حي مايتشهود في أسمرة، حيث تمت مصادرة العديد من المنازل التي كان يمتلكها هؤلاء المواطنين الإثيوبيين، وقامت الحكومة بتوزيعها على قدامى مقاتلي الجبهة الشعبية لتحرير إريتريا. ويعول هؤلاء المواطنون الإثيوبيون على المناخ الإيجابي في العلاقات بين إريتريا وإثيوبيا من أجل استعادة ممتلكاتهم بصورة نهائية. ذكر موقع صحيفة مالطا توداي على الشبكة الإلكترونية بأن سلطات الجمارك المالطية غرمت المواطن الإريتري حجي محمد نور موسى والبالغ من العمر 42 عاما 3127 دولارا. وتتلخص ملابسات الواقعة في أن السيد حجي موسى كان في طريقه إلى السودان عبر مطار العاصمة فاليتا، وبحوزته ما يزيد عن 10,000 دولار ودون إقرار رسمي من سلطات الجمارك المالطية. الجدير بالذكر بأن قوانين الاتحاد الأوروبي تمنع نقل ما يزيد عن 10,000 دولار دون الحصول على إقرار من سلطات الجمارك في الدولة المعنية. أعلن المراجع القومي في السودان الطاهر عبد القيوم عن تنفيذ برنامج مشترك مع الحكومة الهولندية لمعالجة قضية الحسابات الحكومية بهدف مكافحة الفساد في إطار برنامج إصلاح الدولة. وقال رئيس لجنة الحسابات والمظالم العامة في البرلمان السوداني إسحاق بشير في تصريح له أن المراجع العام قدم لرئيس البرلمان برنامجا مقترحا لإدارة الحسابات العامة بهدف التقليل من التجاوزات في المال العام وإغلاق منافذ التهرب الجمركي ومنع عمليات الفساد، فضلا عن كونه مدخلا لتجويد الأداء العام في الدولة. وأضاف السيد بشير أن لجنته ستعقد اجتماعا خلال الأيام المقبلة بحضور وزير المالية ومحافظ البنك المركزي لمناقشة التجاوزات المالية الواردة في تقرير المراجع العام، وذلك بعد انتهاء لجان البرلمان الدائمة 14 من تقاريرها. وعلى نفس الصعيد، دعا تجمع المهنيين السودانيين يوم أمس الخميس إلى مظاهرة حاشدة في الخرطوم رافعا فيها شعار الفساد يعيق التنمية، طالما هناك فساد لن ينصلح الحال. الجدير بالذكر بأن السودان يعد من أكثر دول العالم فسادا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، استمعتم فيما مضى إلى نشرة للأخبار، وفيما يلي تذكير بأبرز عناوينها. مواطنون إثيوبيون يطالبون باسترجاع ممتلكاتهم المصادرة في إريتريا.
السلطات المالطية تعاقب مواطنا إريتريا لمخالفته قانون حركة الأموال. وأخيرا تعاون سوداني هولندي لمكافحة الفساد. إذاعة إيرينا، صوت مستقل لإريتريا. مستمعين الأعزاء، سلام من الله عليكم ورحمته وبركاته. مرحبا بكم إلى حلقة في برنامج نافذة، وفيها سنقدم لكم القراءة التي قدمها الدبلوماسي الكاتب القاص الأستاذ حامد ضرار لحكايات كولونيالي للأستاذ مصطفى محمد محمود طه، التي جرت فعالياتها في العاصمة البريطانية لندن في بحر فبراير الجاري. فأهلا ومرحبا بكم إلى الجزء الثاني والأخير من القراءة. هذه إذاعة إيرينا. تحت عنوان فرعي: شخوص الحكايات وأبطالها، يقول السفير حامد ضرار في قراءته: كما سبق ذكره، فإن الحكايات 34 تشكل كل منها مشروع رواية مستقل، لكن يبدو أن الكاتب ارتأى تقسيمها إلى حكايات كل واحدة مستقلة عن الأخريات، مع وجود روابط شتى، منها موضوعها الرئيسي المتعلق بقضية وطن واشتراك شخصياتها في بعض المحاور، حيث يتكرر الأبطال الرئيسيون هنا وهناك. تتعدد الشخصيات في متن كل حكاية من الحكايات، بيد أن أهم الشخصيات على الإطلاق هو إدريس، الذي تستهل به الحكاية الافتتاحية: ذاكرة الراعي، وبه تختتم وتسدل الستار آخر حكاية في المجموعة، وهي سنين الظلمة. فإدريس يشكل عصب الحكي والروي في مختلف المستويات. تأتي بعده الفتاة زهرة وزوجها أبراهام وساميئيل وآخرون، إذ يختلف مستوى وثقل حضورهم بما منحهم الراوي العليم من حيز في ذاكرتهم ليستحضرهم ما بين ضفتي غلاف الحكايات. فهناك عبد الله اليمني، الذي يعيش بين القوم دون تعب أو الشعور بكره الآخرين له لكونه ينحدر من بلد آخر. وهناك إبراهيم والخال حامد وزين الدين وشاذلي والممرضة سنايت وآخرون كثر. جاءت الشخصيات بمجملها وأبطال الحكي الرئيسيين كإدريس وزهرة مهزومة ومسيرة لا تعي مصائرها. إدريس، فكما يبدو ويفهم من سياق الحكايات أن إدريس لم يكن قرار التحاقه بالثورة نتيجة قناعته الشخصية القوية، بالتالي تجده أمام ساميئيل وأبراهام ضعيفا. فمنذ ظهوره على مسرح أحداث الحكايات نجده يائسا ومحبطا، وفي نهاية آخر حكاية يزداد موقفه غموضا على نحو لا ينسجم مع ثورته وتجربته. بل الأدهى والأمر أنه يقضي عمرا مديدا في السجن ليخرج منه موعودا بالدخول إلى حرب أخرى. وفي ختام الحكايات يسمع إدريس أصواتا لا يتبينها، دوت على إثرها رصاصة تخترق صدره فيسقط على ظهره، أغمض عينيه وأطبقهما بقوة، وحينها فقط رأى زهرة التي كانت تقف في قلب الساحة وتنظر إلى ابنها ولد، علامة نكسته العاطفة. هذه إذاعة إيرينا. زهرة هي الأخرى تظهر مكسورة الجناح، إذ يتم القبض عليها وهي في طريقها للهروب إلى السودان، ويزج بها في الثورة دون رغبة منها ودون إرادة، ويتحول وضعها إلى حالة دراماتيكية غاية في الإثارة، إذ نراها وفي ليلة أنس تقع مخمورة في أحضان أبراهام لتنجب منه ولده. وهكذا تتحول الشابة زهرة إلى تائهة كحال إدريس، لنقرأ في نهاية الحكايات وفي الفقرة الأخيرة من الصفحة 278: كانت زهرة طوال هذه المدة تقف حائرة أمام ضريح أبيض يجلس على سقفه شخصان صامتان، ويطوف حول الضريح شباب تاهت ملامح وجوههم ما بين الحيرة والغضب والحسرة. أبراهام وساميئيل هاتان الشخصيتان، وعلى عكس بقية الشخصيات في الحكايات نجدهما قويتان ومتنفذتان على غير العادة، ويتصرفان وكأنهما يملكان كل شيء. وبنتيجة النظر لصورتي إدريس وزهرة الضعيفة والبائسة
ومقارنتها بصورتي أبراهام وموقفهما تعلق بذهن القارئ مصفوفة مشكلة من الأسئلة، بعضها استنكاري وبعضها عاطفي، وكلها تتعلق بمدلول وأهمية هكذا إيحاءات مثبطة عن ملامح هاتين الشخصيتين المحوريتين في حكايات كولونيالي وأهميتها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. نأتي كما يقول الكاتب السفير حامد ضرار إلى الأسلوب. يقول في الأسلوب: استخدم مصطفى محمد محمود طه أسلوبا جذابا في سرده للحكايات على نحو لا يحس معه القارئ بالملل عند تقليب صفحاتها رغم كثرتها التي قاربت 300 صفحة. فتمكن الكاتب من تطويع اللغة بأريحية تامة، الأمر الذي أهله لتوجيه الرسائل بمنتهى السهولة واليسر. وكما يبدو أن أهم تلك الرسائل كانت تهتم بالتحديات القديمة الجديدة التي تواجه البلاد، والتي تستدعي أن تنال اهتمام أبنائها ليعملوا من أجل مواجهتها ودرء مخاطرها. وماذا عن اللغة؟ تشي اللغة التي كتبت بها حكايات كولونيالي أسوة بالأسلوب بتمكن الكاتب من ناصيتها، وهذا أول انطباع يخرج منه أي شخص يقع الكتاب بين يديه ومنذ الوهلة الأولى. واللغة بطبيعة الحال وفي أي عمل إبداعي تمثل الرافعة الأساسية التي يقف عليها العمل، فمهما كان الكاتب موهوبا من حيث الحبكة وثراء الخيال وجمال الأسلوب، فبمجرد بروز ضعف في ناحية اللغة تتلاشى بقية العناصر على أهميتها. ويمكن تلمس رقي اللغة لدى الكاتب في مستويات عدة، نستحضر منها هنا البعض القليل على سبيل المثال للحصر بسبب ضيق المساحة. الوضوح: يتمثل الوضوح في سهولة فهم مضامين كل حكاية دون كبير عناء، واستيعاب المغزى الكامن بما أو فيما تبثه من رسائل شتى. ثراء المفردات: يلحظ القارئ ثراء الحكايات وغناها بكم هائل من مفردات اللغة ومرادفاتها، والتي جاءت أنيقة وجذابة. وهنا بعض الأمثلة للاستدلال فقط. في الصفحة 7 وردت العبارات والصور التالية: أحلامي النابهة، ألغامهم التي زرعوها، بدا يومها العلم شامخا ومتناسقا، الكوخ المفتوح المطمئن الهادي. إذ يمكن هنا وبسهولة ملاحظة التوأمة مرادفي الطمأنينة والهدوء. في الصفحة 27 كان زين الدين يهرب من القلق بمزاولة الأذكار والدعاء، بأن يكون ما يعيشه من خوف وهلع مجرد حلم بائس سينجلي بعد أن يستيقظ، حلم بائس سينجلي أو ينجلي تندغم مع حالة من الصوفية الجميلة. في الصفحة 38-39 وفي سطرها الأول ورد ما يلي: قبل خروج أي من سكان الحي إلى شوارع المدينة سالكا طريقه الضيقة أو طرقه الضيقة، لاحظ تأنيث صفة الطريق على وزن عناوين رئيسة، والتي تدل على أن الكاتب مطلع وملم باختلافات مجمعات اللغة في الأزهر والشام وبغداد لجهة استنطاق مفرداتها من حيث الفصيح والأفصح. في الصفحة 40 الفقرة 4 وفي منتصف السطر الثاني منها يقول الكاتب: ويغادر الدار تاركا والديها لراتبهما اليومي من القهوة وتلاوة القرآن والثرثرة والضحك والغزل المغطى بقناع من الشجار الضاحك. فهنا الغزل مغطى بقناع من شجار وهو يضحك لقطة سينمائية لافتة لمصور بارع. وفي الصفحة 157 ربما كان إدريس صغيرا، كان كذلك ذكيا جدا، فتعلم أن يؤدي مهامه بإخلاص وإتقان. وقد تغاضى عن ذلك الوفاء الخاص المقاتلون المثاليون في حيرة وعجز وخوف. ينبغي ملاحظة الترابط الخفي بين المفردات المترادفة الثلاث: حيرة وعجز وخوف، ودور كل منهما في إنجاح توصيل الرسالة المراد بثها للقارئ. هذه
إذاعة إرنا. سيداتي سادتي، أنتم مع إذاعة إرنا الدولية وحلقة في برنامج نافذة، وهذه المرة نطل عبرها على عمل ثقافي، وهو حكاية كولونيالي للكاتب الأستاذ مصطفى محمد طه، قراءة السفير الروائي الأستاذ حامد ضرار. في الصفحات 159-160 أن وقوع الفتيات في يد الثوار أثناء حملات التجنيد الإجباري كان يخيف القرويين الطيبين كخوفهم من الأمهرة وجواسيسهم، فيتضاعف بذلك بؤسهم الناتج من صراعهم الدائم مع الفاقة وشظف الحياة. هنا تمسك هذه الفقرة بالتناقض وسوء الفهم الذي قد يسود إذا لم يفلح طلاب التغيير في إقناع المواطن المراد جلب التغيير من أجله بالرسالة المقدسة. ومن هنا جاءت كما يبدو مقارنة حملات التجنيد الإجباري للثوار بما كان يفعله الأمهرة وجواسيسهم. وفي الصفحة 178 في الواقع إنها لم تكن سعيدة إطلاقا، ولكن في نفس الوقت لم تكن حزينة كذلك، بل كان شعورها حياديا سخيفا، استعمال جميل لوصف حالة من اللا توازن التي كانت تمر بها زهرة في تلك اللحظة. وماذا عن الغموض وغرابة المفردات؟ يقول القارئ حامد ضرار: بطبيعة الحال غموض النصوص وما يكتنفها من غرابة تكون على عكس الوضوح، وهنا يتعلق كل الأمر باستخدام الكاتب، أي كاتب، نمط معين من المفردات والألفاظ قد يجد المتلقي من الجمهور بعضا من المشقة لإدراك معانيها، الأمر الذي إذا حدث قد يقلل من متعة القراءة، وبالتالي خلق عقبة أمام انتشار العمل الإبداعي. هنا في هذه الحكايات ثمة مفردات أخشى أن استخدامها قد يمثل للكثير من القراء إشكالا، خاصة إذا ما استحضرنا أن الحكايات موجهة لكل شرائح بمختلف مستوياتها. وهنا أشير ل2 أو 3 منها. في الصفحة 13 وردت كلمة برنيطة في السياق التالي: كان يزهو بزيه العسكري في شوارع كرن واضعا برنيطته بخيلاء على رأسه الضخمة. أظن أن معظم القراء قد لا يعرفون معنى الكلمة، اللهم إلا من السياق العام للجملة. وفي الصفحة 40 وفي آخر سطر منها وردت كلمتا حبشي أو خاساوي قذر. هنا قد يستعصي مسوق استخدام هاتين الكلمتين أو إحداهما لجهل القارئ لمدلولها من خصوصية ومحلية. في الصفحة 26 وردت كلمة وعثاء السفر، فورود الكلمة ضمن هذا السياق قد يصعب فهمها من القارئ وتحتاج منها بعض التوقف للتعرف على معناها، وهكذا هكذا توقف سيكون حتما خصما من متعة مواصلة القراءة ونشوتها. في مكان آخر هناك خلط مطبعي بسيط أدى إلى إضافة حرف جر في الصفحة 28 في نهاية السطر السابع من أعلى إلى أسفل. لا بد أن هذا هو ما عانته جدتي عندما كانت تحكي لي أن عن جدها الذي عبر بحر البحور ليأتي إلى بلاد الحبشة، فهناك أن الشرطية قد جاءت زائدة قبل حرف الجر عن، وهنا مبرر ذكر هذا الخطأ هو للتعبير عن الإعجاب لكونه تقريبا الخطأ المطبعي والإملائي الوحيد في كل النصوص، الأمر الذي يعكس مدى الغاية والعناية التي تم إيلاؤها للحكايات التي نحن بصددها. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. وفيما يخص المباشرة والتوجه حدب التقريرية، يقول السفير الكاتب حامد ضرار في قراءته: الميل إلى المباشرة والتقريرية دون مبرر قد يجرد النصوص من جاذبيتها ويضعف من زخم رسالتها، ذلك بما يخلقه من حالات الملل التي تنسل إلى روح القارئ وتدفعه إلى التوقف عن مواصلة القراءة. وفي حكايات كولونيالي هناك خليط من التكرار والمباشرة الواضحة في بعض الصياغات النصية البسيطة. ففي الصفحة
42 مثلا نلاحظ التقريرية والمباشرة في طرح القضايا، فبمجرد استهلالنا القراءة في تلك الصفحة نتبين من أن ما جاء فيه قد ورد في صفحات سابقة وبأشكال مختلفة، وكذا الحال فيما يتصل بالصفحة 39 إذ تبدو عملية التكرار باينة. وإذا انتقلنا إلى الصفحة 99 وركزنا النظر في الفقرتين القابعتين في ذيل تلك الصفحة نجدهما حاملتين رسائل ذهبت بعيدا عن العمل الإبداعي واقتربت أكثر من أن تكون بيانا سياسيا. وفي الصفحات 140 141 142 يتسم ما ورد فيها بإغاله في المباشرة الخالية من أي فعل مبتكر ليدفع بالنص إلى بث إشارات سياسية واضحة. كان بالمقدور تمرير تلك الرسائل ضمن قوالب وإيماءات سهلة الهضم بشيء من الترميز الخالي من الغموض ودون الاضطرار إلى تسمية الأشياء بأسمائها، إذ يصعب في الفعل الإبداعي إطلاق العنان للأوصاف لكونها ستفقد بريقها بمجرد البوح بها. ففي كثير من الأحيان نلاحظ الابتذال عند التصريح للحسناء مثلا بجمالها دفعة واحدة ودون تمهيد، فتبدأ المفردات رغم روعتها في الانتحار فوق شفاهنا في حسرة جراء تعريتها واستباحتها. في الأخير يقول القارئ الأستاذ الدبلوماسي حامد ضرار: حقيقة سعدت أيما سعادة بأن أجد بعضا من الوقت لأمر على حكايات كولونيالي للمبدع مصطفى محمد محمود طه، وأنا أكثر سعادة لأكون ضمن الحاضرين في هذه القاعة لنحتفي بتدشين هذا العمل القيم. وفي الختام يقول ضرار: أتمنى أن أكون قد قدمت حتى ولو النذر اليسيرة مما يفيد ويثير التساؤلات التي تحفز في استمرار الشغل الإبداعي المؤدي إلى خلق العملية التراكمية في مجال الكتابة بكل صنوفها. وأجدني كما يقول أجدني مضطرا للقول إن حكايات كولونيالي لهي بحاجة إلى أكثر من قراءة لما تحمل في طي صفحاتها من عمل يستحق الاهتمام. شكرا لكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه إذاعة إرنا. أعزائي المستمعين، كنتم مع حلقة في برنامج نافذة، وفيها قدمنا لكم قراءة لحكايات كولونيالي للأستاذ الكاتب أستاذ مصطفى محمد محمود طه، تقديم وقراءة السفير الكاتب القاص الأستاذ حامد ضرار على جزئين. وقد جرت فعاليات التدشين في العاصمة لندن في شهر فبراير الجاري وسط حضور نخبوي كبير. مرة أخرى سادتي نهنئ الكاتب الأستاذ طه على إصداره الرواية، والشكر الجزيل للسفير الأستاذ حامد ضرار الذي قدم قراءة عميقة متخصصة. لا نخفي أيضا سعادتنا بالقراءة رغم التعثر هنا وهناك، فاعذرونا على ما بدا مننا هنا وهناك. شكرا لكم على حسن المتابعة، مع تحيات محدثكم أحمد شريف في التقديم، وتحايا زملائي فتحي عثمان وبنيام سمعون. إلى لقاء. إذاعة إرينا، صوت مستقل لإريتريا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، وقبل ختام فقرات برنامجنا لهذا اليوم أعيد تذكيركم بموجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية. مواطنون إثيوبيون يطالبون باسترجاع ممتلكاتهم المصادرة في إريتريا. أكدت مصادر إذاعة إرينا بأن مواطنين إثيوبيين تقدموا بعريضة للرئيس إسياس أفورقي يطالبون فيها باستعادة ممتلكاتهم التي صودرت في إريتريا أثناء الحرب. السلطات المالطية تعاقب مواطنا إريتريا لمخالفة قانون حركة الأموال. أكدت صحيفة مالطية بأن مواطنا إريتريا كان متوجها إلى السودان وبحوزته ما يزيد عن 10,000 يورو تم معاقبته بغرامة 3,000 يورو لعدم إغراره لدى الجمارك بالمبلغ المذكور. تعاون سوداني هولندي لمكافحة الفساد.
أكد المراجع العام السوداني بأنه تم توقيع اتفاق مع هولندا لمكافحة الفساد الحكومي، ويعتبر الفساد أحد أهم الأسباب الداعية للمظاهرات الحالية في البلاد. هذه إذاعة إرنا. المستمعين والمستمعات الأفاضل، كان هذا تذكير بموجز لأهم ما ورد في نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم. في الختام أذكر مستمعينا ومستمعاتنا الأفاضل دوما بأنهم يمكنهم الكتابة إلينا والتواصل معنا على البريد الإلكتروني arabicirena@gmail.com. وتقبلوا مني فتحي عثمان ومن زميلي أحمد الشريف ومن زملائي في الإذاعة أطيب التحايا، ودمتم في رعاية الله وحفظه. هذه إذاعة إرنا.